الازهر. كتفكروا في يناير اللي داز، القصه اللي طرات ليه مع البي اس جي في اخر يوم من الانتقالات، حتى مشى لباريس، حتى بدا كيدوز، وتشيلسي والاداره ديالها ما صيفطاتش الوريقات ديالو. والان نفس السيناريو كيوقع عليه الان مع النصر السعودي. واخا انا صراحه مرتاح حيت ما مشاش النصر السعودي. كاين اخبار وكاين خبيرات يعني مطلوقين دابا على الاهتمام ديال جوزي مورينيو مع روما بالحكيم زياش والخدمات ديالو، ولكن لحد الان مازال ما كاينش حتى شي حاجه رسميه. نمروا الان مشاهدينا ومتابعينا الخبر الاول معنا من الصحف المغربيه. إذن هيسبريس تعنون عطية الله وسليم أغلى لاعبي الدوري المغربي. بطبيعة الحال عطية الله يعني القيمة التسويقية ديالو أنه كان مع المنتخب، كذلك رضا سليم. غادي نشوفوا الآن تفاصيل ديال الخبر مشاهدينا. إذا تصدر الدولية المغربية يحيى عطية الله لاعب الوداد الرياضي، ورضا سليم لاعب الجيش الملكي قائمة أغلى لاعبي البطولة الاحترافية قيمة سوقية. وحسب مواقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن عطية الله يعد أغلى لاعبي البطولة بعدما أصبحت قيمته السوقية تساوي 2.5 مليون يورو، يعني 2.5 مليار مغربية، متبوعا بسليم بقيمة المالية تصل إلى 2.2 مليون يورو، يعني تقريبا 2 مليار و20. مشاهدينا ومتابعينا، نمر الآن الخبر الثاني معنا من صحيفة أو موقع أنا الخبر، التي تعنون فوزي قجع يثور في وجه طباخي المنتخب الأولمبي. أشنو طاري أشنو وقع؟ نقرأ التفاصيل. ذكرت يومية الصباح في عددها النهار اليوم الأربعاء أن الزلزولي شعر ببعض التحسن، لكنه لم يشارك في الحصة الإعدادية التي خاضها المنتخب الأولمبي أمس، حيث اضطر الطاقم الطبي للمنتخب الأولمبي إلى تسريع تشخيص إصابة الزلزولي بأعراض التسمم من غثيان ودوار قصد منعه الوصفة التي بإمكانها إزالة الأعراض عنه، إضافة إلى إخضاعه لنظام تدريبي قادر على الحفاظ على لياقته البدنية مع شرب الكثير من الماء. إذا الخبر ذكر البارح منذ 15 ساعة ربما أن الزلزولي يعني حس ببعض الآلام في البطن ديالو بعد أحد الوجبات. بطبيعة الحال فوزي قجع يعني واقف على كل صغيرة وكبيرة، خصوصا ما يخص يعني التغذية والمأوى ديال اللاعبين ديال المنتخب الأولمبي. وعلى ذكر فوزي قجع، شفنا البارح كيف أنه كان متفاعل مع الأجواء والدقائق ديال المقابلة ملي بدات حتى صلت بركلات الترجيح. مشاهدينا ومتابعينا، بهكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. خلونا عرفكم تعليقات، شنو بان لكم في الاخضر بالريش وفي الفيديو ديال اليوم اللي شفنا مجموعين، شنو بان لكم في هذه الخرجه الغبيه ديالو. وهذا السيد صراحه اللي كانوا المغاربه كاملين كيحترموه، ولكن بهذا التصريح وبهذه الخرجه الغير مسؤوله ديالو ففقد السيطره ديالو بصح. مشاهدينا ومتابعينا، رجاء ما تنساوش دعم القناه، الاشتراك اذا كنتي اول مره كتوصل فيديوهاتنا، وكذلك باللايك اذا كنتي من اوفياء القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.